على سلامتكم. يقولوا لي في زمان البيات في أواخر القرن 18 في قسنطينة كانت فما صبية مقدية اسمها عايشة بنت صالح باي، وعايشة هذه كانت عاشقة لبيت النوال، تميل في راسها كل يوم وتصنف في أصناف عظيمة وأطباق بقيمتها. علاش ما تقولش في نهار من النهارات صالح باي عنده عزومة كبيرة في السرايا، خزر البنت وعايشة وقال لها لازم نفرحوا بضيوفنا، اكرمينا يا بنتي. هي من توها مشيت عزمت على سفرة عظيمة فيها من كل خير وشدت تلهات هي بالطاجين، حبت تنور بيه وجه ابوها. الحاصل عرجت البصل وزادته اللحم والقرنفل والقرفة والزيت وحطت عليهم من كل طيب مجفف، اش تفاح واش برقوق وعين جمل وغيرها، حطتهم الكل في الطاجين وعطاتهم النار، وهو يجي منه سفرة بلا شحلو. الحاصل الطفلة شمرت على ايديها، هرست اللوز وعجنته وقالت نعمل كعب غزال، ومتعب غاب عليها الحقار الصحيح والعجينة ولا تطرية. عايشة تفجعت وما عادش عارفة اش تعمل، حتى لين جاها الشاهد العقل وعجنتهم بشوية فرينة، وقالت خليني نتفرد ونعطي لهالطبق المقام العالي اللي يليق بابا، ونزيد نقليها كاللوز باش يذيع حرام نزين بيه الطاجين. الحاصل قليته زينته نجوم وهلالات ونصب الطاولة من هوني الغادي. الباي فرح وتبسم وقال شبحتي السفرة يا عايشة، بحال الخيال اللي درتيه يا بنتي راك انت عمارة الدار، وشباح السفرة لليوم معروف ماكلة سلاطين بنة وفيانة وزين. هيا بخاطركم.